يا صباح الفل، عاملين ايه يا جماعة؟ جمعة جميلة وسعيدة عليكم. تمام. طيب تعالوا هنا علشان نتكلم في حاجة مهمة. وفي جزء منها، شق منها مهم، كل يوم بيجي لي منه شكاوى رهيبة، وللأسف لا أمتلك شيء يعني أقوله غير إن أنا أنقل صوتكم. تمام. قبل ما تدخل بس اعمل شير لللايف ده علشان اللايف ده مهم وعلشان يوصل للناس، لأن للأسف الفيسبوك عامل ريستريكشنز بايخة كده على وصول اللايف فيديوز على الصفحة. فاعمل شير للكلام ده لان الكلام ده مهم قوي قوي. طيب بص يا سيدي الفاضل، شراء سياره من عدمه دلوقتي او من 6 شهور لما كانت الاوبترا ب 370 الف. بالظبط في شهر 7 الاوبترا كانت ب 370 الف، ما جدش جديد يعني. تمام. ودلوقتي الاوبترا ب 355 الف وب 370 الف برضه، ما جدش جديد. الاسعار من 6 شهور وما قبل التعويم زي الاسعار من بعد التعويم، ما حصلش حاجه خالص، ولا حد خسر حاجه ولا اي حاجه حصلت دلوقتي. ووقتها اعملوا شير بس عشان الكلام ده مهم، عشان كمان هنقول شويه معلومات مهمه دلوقتي ووقتها والوقت اللي بعد اللي بعدها، ويعني مع العربيه شرائها ده قرار شخصي ليك. وبصراحه انا مش شايف ان كان في حملات بتدعو لمقاطعه شراء السيارات. انا شايف ان كان كل مصر بتقول اشتروا عربيات، وبعض الاصوات الضعيفه اللي لوحدها آه، كشفت فقط ممارسات، لكن كانت دايما تقول لك قرار شراء السياره يخصك، محدش هيتدخل فيه، دي حاجه تخصك. لكن وقفت بضمير وقالت ما فيش سياره في مصر الان تستحق قيمتها، والان ليس وقت شراء سيارات. ولو عايز تدخر وانت بتسالني وانا رجل متابع للاقتصاد كده، روح اشتري ذهب مثلا. كانت النصيحه دي موجوده عندي من 5 شهور، والحمد لله اللي مشي ورا كلامي واشترى ذهب يعني دلوقتي اعتقد انه حافظ على مدخراته وكسب كويس كمان. لما انا نصحتك من شهور انك تشتري ذهب، انا كلامي كان صح. انا جرام الذهب اشتريته وانا بنصحك كان بكام؟ كان ب 800 جنيه، النهارده ب 1825 جنيه. تمام. فانا اعتقد ان انا نصحتك نصيحه صحيحه. لكن هم كانوا عايزيني اقول لك اشتري عربيات، ده انت لو اشتريت عربيات هتبقى ملياردير. تمام. لا مش هقول كده، مش هروج لجهل. السياره ستظل سلعه استهلاكيه، وليست ادخاريه وليست استثماريه. انا مش هروج لجهل، انا راجل متعلم، مش هروج لجهل. تمام. حتى لو كل الجهلاء جم قعدوا يحدفوني بالطوب، لا قول لا قول، لا مش هقول، ولا حد ليه عندي حاجه، واللي مش عاجبه يخبط دماغه في اكبر كبوت عربيه. تمام. انا ما بتهتش يعني، وما باكلش من الكلام ده. قرار شراء سياره ده يخصك ويخص جيبك. ومحمود خيري مثلا بيكشف لك ممارسات، بيكشف بيقول لك مثلا بص كانوا عاملين ايه، وبص السعر هنا ايه وايه، هناك عشوائيه تسعيريه، هناك. وقدام محمود خيري في 100,000 صوت تاني بيقول لك انزل اشتري عربيه النهارده قبل بكره، العربيه دي اهم حاجه في الدنيا، العربيه دي اهم من ولادك، اهم من التعليم، اهم من الدواء، اهم من الشرب والاكل واللبس. في قدامه 100 صوت، لكن تظل الحقيقه الوحيده جيبك، اللي انت حاسس بيه، اللي هو لو انت معاك فلوس وفايضه وقادر وحالك تغير، وفي حاجه توازي التضخم اللي حصلت لدخلك، او حصلت لمرتبك، او حصلت لمكتسبات حياتك، انت مش هتسمع لي ولا هتسمع لغيري، انت بتنزل لوحدك بتشتري. يعني تمام، بدون ما حد يقول لك اشتري، او حد يقول لك ما تشتريش، او حد فقط يكشف لك حقائق ويقول لك انت حر. تمام. فانت مش هتسمع، انت هتقعد في الاخر هتقفل بيتك عليك انت والمدام، وعارفين انتوا عندكم كام في البنك، وعارفين انتوا مرتبكم كام، وعارفين هل لما كرتونه البيض بقت ب 100 جنيه من 18 جنيه، هل مرتبك زاد زياده توازيها؟ انت عارف ان لما مدرسه ابنك طلبتك السنه دي بزياده الباص والمدرسه 25 و30 الف جنيه، هل مرتبك زاد زياده توازيها؟ انت عارف ان الدواء المستورد اللي حضرتك كنت بتجيبه مثلا النيكسيوم، اللي كنت بتجيبه ب 80 جنيه، هل لما بقى ب 350 جنيه، هل مرتبك زاد نفس الزياده؟ تمام. انا بديك امثله اهو. لا، انت ما فيش حاجه حصلت عليك. فهو لا حد حرك سوق، ولا حد عطل سوق، خلاص، ولا حد انت منتظر منه نصيحه او مش منتظر منه نصيحه، والنصيحه تظل رايي. يعني انا مثلا ممكن اجي اقول لك دلوقتي والله واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته،
وانت حر بقى يا فندم. تمام، انا كده عملت اللي عليا، واحنا كده ناس متحضرين، قلت رايي، قلت وجهه نظري كاحد الخبراء في هذا المجال وهذا الشان، وقلتها بضمير. اقولها بقى بضمير ما اقولهاش بضمير دي مع ربنا يعني. تمام، لكن انا قلت لك وجهه نظري. في الاول وفي الاخر من سيتحكم في سيادتك جيبك، انت اللي عارف ظروفك حصل فيها ايه. طيب، ايه اللي بيحصل اليومين دول؟ اللي بيحصل اليومين دول يا سيدي الفاضل ان محدش قاد حملات مقاطعه خالص. اسمها ايه الحمله دي؟ فين الهاشتاج بتاعها؟ ماذا اطلق عليها؟ ما حدش قال لحد ما تشتريش. هي الناس ما اشترتش من نفسها، وال7000 عربيه اللي نصهم احلال ومبادرات وشركات وموظفين. هو الناس هي كده يا جماعه، هي الناس معاش فلوس تشتري. سلعه تضخمت مره واثنين وثلاثه، خلاص الناس ما بقاش معاها. وبعدين انت عايز تقنعني ان في مواطن قاعد مش خايف يشتري عربيه علشان لو فردة الكاوتش اتخرمت هو معهوش ثمن 3 اضعافها؟ ايوه في مواطن خايف من ده. كل منظومه السيارات دلوقتي فاسده تسعيريا يعني. تمام، بغض النظر عن الظروف الاقتصاديه، ما حدش انكر خالص. ما هو ما حدش قال لك ما تزودش، ما هي دي المصيبه. زود طبعا. هو ازاي سعر العمله يتحرك وما تزودش؟ لكن هناك زيادات خطيره، وهناك بعض غير المختصين في الشأن بيقولوا كلام غلط. بيقولوا ان الدولار بتاع العربيات متصاعد ب 30 جنيه. غلط يا سيدي الفاضل، انت جايب الكلام ده منين؟ اديك مثل كبير جدا جدا. ممكن حضرتك تحسب لي دولار سكودا اوكتافيا؟ هات كالكوليتر دلوقتي يعني. طب ما فيش حاجه اسمها سعر رسمي يا جماعه. السعر الرسمي ده طول عمره وهمي. دايما هتلاقي يا اقل منه وحرق على العربيه اللي مش مطلوبه، يا دايما هتلاقي اعلى منه. ما فيش حاجه اسمها سعر رسمي. الليست الرسميه بيكتبوا جنبها، والكلام ده مهم قوي. اعملوا شيء عشان الناس تفهم اللعبه ماشيه ازاي. يا بيعملوا فوقيه اوفر برايس يعني عادي. يا هيحرق على عربيه ما بتتباعش، يا عربيه لو مطلوبه شويه هيعمل فوقيها اوفر برايس. فدلوقتي مثلا ممكن حضرتك تحسب لي دولار سكودا اوكتافيا اللي كانت ب 450 الف جنيه والدولار ب 16، والان سكودا اوكتافيا بيطلبوا فيها مليون 200. ممكن تحسب لي دولارها بكام حضرتك لو معاك آلة حاسبه؟ بكام دي؟ متسعرها بكام دي؟ متاخد فيها 450 متاخد فيها حوالي 160% من ثمنها. ممكن تحسب لي ده الدولار بكام يا فندم؟ رد عليا، حد يحسب يا جماعه على كالكوليتر. ممكن تحسب لي فولكس فاجن تيجوان اللي كانت ب 630 الار لاين والدولار ب 16، النهارده مطلوب فيها مليون 680، واخدين فيها 3 اضعاف ثمنها، ضعفين فوق ثمنها يعني. تمام، ممكن تحسب لي الدولار بكام؟ عربيه كانت ب 630 النهارده مطلوب فيها مليون 680، دولارها بكام؟ احسبه لي لو سمحت، رد عليا. تمام. ممكن تحسب لي نيسان صني تلك المصنعه من يعني. تمام، اللي هو بتاع المطبخ ده. ممكن تحسب لي العربيه دي كانت ب 240 الف جنيه. ممكن تحسب لي النهارده لما يطلبوا فيها 470 الف جنيه متاخد فيها ضعف وحته، محسوبه بكام؟ سياره انتاج محلي دولارها بكام؟ تمام، ما حدش قال ما تزيدش. انا موافق ان النيسان صني تبقى ب 300 الف جنيه السوبر صالون اعلى فئه. شوف انا راجل اهو موافق انها تبقى ب 300 يا عم. لا استنى، موافق تبقى ب 330 كمان. ايوه موافق تزيد زي زياده الدولار، ما عنديش مشكله خالص. مين قال لك ان الجهل بخلينا مثلا عايزين العربيات؟ مين قال لك؟ لا الكلام ده كلام خزعبلات. عايزين العربيات تبقى بثمن دولار وهو ب 16؟ مين قال كده؟ مين قال كده؟ عشان بس الناس اللي تقعد تقول مبررات واصل 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 واصل. مين قال لك كده؟ لا طبعا لابد ان يتحرك ثمن السلعه. لكن يتحرك ازاي؟ انا مش فاهم ده. ده متخطي السوق السوداء. هناك عشوائيه تسعيريه وكل واحد بيصعب بدماغه. تعالى بقى نروح للمهم قوي، وعشان كده بقول لك اعمل شير عشان الكلام ده يوصل يعني. انا مثلا الفتره اللي فاتت، لا انا رشحت عربيات عادي وبرشح عربيات، وراجل طول عمري بجرب عربيات، وكنتوا تقعدوا تتعبوني بالتطبيل. ده انت مش عارف توكيل ستوين ده دافع لك، ده انت توكيل رينو ده مش عارف شريك، ده انت توكيل بتاع ده مش عارف عامل فيك ايه، ده انت ابن كيان وابن كريم النجار، ده انت مش عارف مين. كريم النجار راجل شاب كده وماسكولار يعني. تمام، يعني انا مش ابنه ولا حاجه عشان ما يزعلش، ده انت اخويا يعني. تمام، ده انت مش عارف ايه، ده انت بتاع، ده انت بتطبل لهم. ده انا بقالي 3 سنين و4 سنين و8 سنين من ساعه ما ابتديت برشح عربيات عادي، وبجرب عربيات وادخل وعادي والدنيا تمام. انا ما بطلش ارشح عربيات. انا سكودا اوكتافيا اللي بكلمك النهارده عن مدى فحش تسعيرها ده،
انا اول واحد رشحتها في مصر واتهاجمت ساعتها، ويا طبال ويا هبال عادي، بس رشحتها وهي ب 450 الف جنيه. تعالى بقى النهارده نروح لنقطه تانية. الفتره اللي فاتت دي مثلا انا طلعت قلت يا جماعه اللي عايز يشتري عربيه زيرو، هناك سياره مقارنه بمنافسيها سعرها جيد، رينو ميجان. لو التوكيل سلمها لك ب 600 الف جنيه بالسعر الرسمي زي ما صدق، اشتريها. حصل، التوكيل صدق والناس راحت استلمت. شوف المصيبه بقى اللي حصلت بعدها بدقيقتين، الناس جات لي تلطم اول ما استلموا. ليه؟ اتضاعف مصاريف صيانتها الضعف. انا مالي طيب؟ حتى لما بنيجي نرشح اهو الناس بتلطم برضه، ما شايفاه. انا قلت اللي عايز يشتري عربيه قيمه مقابل سعر، العربيه دي مقارنه بتويوتا كرولا وهيونداي الانترا وهوندا سيفيك وسكودا اوكتافيا ارخص من كل منافسيها ب 300 الف جنيه، وفيها امكانيات تتفوق عليهم كمان. اشتريها اهي قيمه مقابل سعر. مصاريف صيانتها اتضاعفت، الناس لطمت، معناش. طب انا اعمل ايه يعني؟ تمام. سكودا اوكتافيا اللي رشحناها من سنتين وقلنا ما تتسابش، المواطن اللي اشتراها ب 450 الف جنيه يجيب منين تمن صيانه ال 60 الف اللي نطت من 8000 ل 22 الف؟ تخيل صيانه نطت من 8000 ل 22 الف جنيه. ايه ده؟ ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ انا مش فاهم يعني. 200% زياده، 300% قصدي زياده، يعني مش فاهمها دي ازاي دي؟ ازاي مواطن هيروح لعربيه هو مقتنيها؟ ده مواطن يعني مدخراته بسيطه اكيد. عربيه ب 450 الف شاريها، ما بتكلمش على اللي شاريها دلوقتي ده، لان اللي شاريها دلوقتي ده انا اسف يعني مع احترامي ليه وهو حر طبعا، محتاج يعني حد يراجعه في افكاره. تمام. لكن المواطن اللي اشتراها من سنتين ب 450 ده لما كنا بنرشحها وكنا كل يوم نقول ما تسيبهاش، ده يعمل ايه دلوقتي؟ ده احنا لبسناه في حيطه. اه والله العظيم، واحنا ما نعرفش، لان لا احد مطلع على الغيب طبعا يعني. يا خبر اسود لما يبقى مطلوب منه 22,000 جنيه في صيانه واحده، ومطلوب منه 80,000 جنيه في اجمالي الصيانات. ده يجيبهم منين ده؟ ده يجيبهم منين؟ ده يعمل ايه؟ زائد البنزين، زائد مصاريف الترخيص، زائد التامين، زائد يا لهوي. ولو مقسط ولو عليه اقساط، ده والعياذ بالله ده هيتحبس يعني. ده يجيبهم منين ده؟ يعني العربيه دي لو واخدها قسط وبيدفع لها قسط مثلا شهري 8000 جنيه ومطلوب منه متوسط صيانات، عشان مطلوب منه صيانتين في السنه، الصيانتين في السنه دول بيعملوا لهم بتاع 30,000 جنيه، يعني متوسط صيانات المفروض يشيل 3000 جنيه في الشهر كمان للصيانات. يا خبر اسود. زائد البنزين، زائد الترخيص، زائد التامين، ده يعمل ايه ده؟ ده يعمل ايه ده؟ ده يجيب منين؟ ده يجيب منين 20,000 جنيه في الشهر العربيه؟ عربيه متوسطه. ده يجيب منين؟ ده يروح فين ده؟ انا اهو بكلمك اهو. منطق ده ولا مش منطق؟ مش انتوا اللي تشتكوا من الكلام ده يا جماعه؟ انتوا لو بتبطلوا تشتكوا انا ارشح لك عربيه كل يوم والله. خلاص يا عم هبيع ضميري، انت حر. انت اللي عايز ترشيح عربيات، خلاص. نتاقلم بقى على الاسعار الجديده ونرشح لك، انت حر. مش انتوا اللي تشتكوا يا جماعه؟ هو المواطن اللي المفروض يجيب تيل فرامل اوكتافيا ب 8000 جنيه ده يجيبه منين؟ المواطن اللي اشترى توسان لما محمود خيري قال قيمه مقابل سعر ما تسيبهاش دلوقتي، لما كانت ب 480 الف جنيه، اوعى تسيبها. تمام، عربيه ممتازه واول ما تنزل بامان وبتاع، وشكرا مجموعه غبون ان انتوا احترمتونا ونزلتوا امان من اول فئه. لما كانت ب 400، ده تيل الفرامل ب 6000 جنيه. واحد كاتب لي انا عامل صيانه ال 10000 بعد الخصم ب 4500 جنيه. يا خبر اسود. الصيانه اللي هي زلت وفلتر اللي كانت ب 1200 جنيه بقت ب 4500. لا هو كمان ايه كاتبين له تحت بعد الخصم. خصم مين؟ امال لما تشيلوا خصم كمان شهر في نهايه الشهر بعد ما العرض يخلص عشان خفتوا الناس تخرج من عندكم، هتدوها له بكام الصيام؟ الناس تجيب منين؟ طيب مش انتوا اللي تشتكوا؟ هو انتوا لو مقتدرين كلكم، لو المواطن المصري ده مقتدر قوي كده، انا مش فاهمك هرشح لك. يلا حلوه التجوان حلوه، انزل هاتها بمليون 680. يلا الكوديا الجميله ما تجيبها يا عم بمليون 950 وانت فقير، هاتها. لكن مش انتوا اللي تشتكوا يا جماعه. انت عارف تيل فرامل رينولو جنب كام؟ ب 3000 جنيه. ب 3000 جنيه. هو المواطن اللي كان جايب له جنب 200,000 جنيه ده هيجيب منين تيل ب 3000 جنيه؟ وفي ناس تدخل تقول لك يا عمي ال 22,000 جنيه اللي انت بتتكلم عليهم دلوقتي دول مش حاجه بالنسبه للفئه المتوسطه. نعم يا اخويا،
انا اسف يعني، مع احترامي لحضرتك يعني، اخويا دي كلمه ما فيهاش تجاوز لفظي يعني. يعني يعني ايه؟ انا مش فاهم. يعني 22,000 جنيه دول راجل موظف مثلا في شركه مالتي، شركه اجنبيه، راجل 22,000 جنيه ازاي يعني؟ مش بالنسبه له حاجه. اه هو ده، جنيه قيمته قلت، بس ازاي 22 يجيبهم منين؟ اللي بيقبض ايه؟ بيقبض 100؟ ليه رئيس مجلس اداره هاري بيرتون ليه يعني؟ بيقبض 100 يعني؟ هيجيبهم منين؟ هيجيبهم منين؟ انا مش فاهم. لا الناس ما زادش عليها حاجه، بل بالعكس، ده نسبه البطاله ارتفعت، ده في ناس اتسرحت من شغلها، ولسه ناس هتتسرح. وانا ما بضحكش عليك، ده اقتصاد. التضخم، الركود التضخمي، الركود التضخمي ده معناه حاجتين يا جماعه على فكره: تضخم رهيب في اسعار السلع وزيادات تجعل المستهلك يحجم عن الشراء، وبطاله، ما بقاش المستهلك اساسا معاه لانه فقد فرص عمل. بطاله. ما هي ارقام البطاله ارتفعت، روحوا تابعوا الارقام الحكوميه، ارتفعت رسميا. فيجيب منين بقى المواطن يعني؟ عايزني اجي دلوقتي اقول له العربيات قيمه مقابل سعر وينزل يشتريها والعربيه دي حاجه مهمه قوي؟ لا. انا قلت له روح اشتري ذهب، واللي قلته له حصل. واللي كان بيسمعني زمانه دلوقتي ما شاء الله محافظ على فلوسه وكسب كمان عليها يعني. هو اللي اشترى جرام الذهب ب 700 جنيه، والنهارده ب 1850 جنيه. ده لو عايز يشتري بكره ما يبخ هيشتري يعني تمام، على حسب قدر فلوسه يعني. لا طبعا. لكن اللي جاب عربيه دلوقتي بيعمل لي ايه بقى؟ بيلطم. عمال يبعت لي كل يوم يشتكي لي، يبعتوا لي يشتكوا لي، وبعدين بعدها يجي يقول لك اصلك انت قلت للناس العربيه مش حاجه مهمه. ايوه مش حاجه مهمه. انتوا بايه؟ هو احنا كفايه علينا تفريغ المجتمع ده؟ ده في ناس بتجيب عربيات وما تعلمش ولادها. ده في ناس بتجيب عربيات وتروح ترمي ولادها في مدارس ما لهاش لازمه، تلاقي ابنه مش عارف يفك الخط. غلط بقى، كفايه منظره يا جماعه، ما كفايه منظره شويه. ما كفايه منظره، ما كفايه منظره. انت مش قد عربيه ما تشتريهاش. ما تعمل زي المواطن. انت احسن من المواطن الاوروبي اللي بيركب عجله، انا اسف يعني. ورغم كل ده معاك اشتري. محدش ماسكك والله، محدش ماسكك. ما كفايه منظره. ده في ناس راحت ورط نفسها في اقساط وبتاع وتحبس وتلاجته فاضيه، بيته فاضي، تلاجته فاضيه، عنده امراض مزمنه وبيتعالج والدواء زاد عليه ضعفين، وبيحط على نفسه قسط عربيه. ايوه مش هضحك عليك، انا عندي ضمير يا عم، وما يهمنيش. بص، اللي مش عاجبه كلامي يخبط راسه في اجعص حيط. واللي هيكتب لي بعد كده انت لبست الناس، بلوك في وشك على طول. لبست؟ انت مغرض، انت انسان مغرض. هو لما واحد يطلع يكشف حقائق ويتكلم ويكشف قدام الناس على الطاوله كده حقائق ممارسات، ويقول لهم انتوا احرار، عايز حضرتك تشتري اشتري، مش عايز تشتري انت حر. لبستهم في ايه؟ انا مش فاهمك يعني. انت منتفع، وانت المنظومه الفاسده بتاعت المضاربات دي انت واحد من المنتفعين فيها. يا اما انت هبيد وعندك مشكله حقد شخصي او نفسي، فانا مش محتاجك يعني، اعمل بيك ايه؟ يا عم عنك ما تابعتني، ما انا كنت اهتميت اساسا ان الصفحه دي، ما هم بيحاولوا يقفلوها كل يوم اهو. مين قال لك ان الصفحه دي؟ وانا مالي؟ هي الصفحه دي مصدر رزقي زي ناس تانية؟ لا طبعا، ولا ليها لازمه. هو البوستات اللي بكتبها كل يوم بتجيب فلوس؟ هو البوست بفلوس؟ لا طبعا. ولا مهتم. أنا كان زماني لو انا مهتم ان انا اتكسب من السوشيال ميديا ما ارمي على اليوتيوب كل يوم اصور فيديو واثنين وثلاثه واربعه. ولا في دماغي ولا فاضي للكلام ده. انا راجل عندي بيزنس وعندي حياه وعندي، مش فاضي للقرف ده ووجع الدماغ ده. انا بقول حاجه بس لوجه الله، حقائق عن مجال اعلمه. عايز تتابعها تابعها، مش عايز تتابعها ما تتابعهاش، انت حر يعني، انا مالي. لكن رجاء، لو انتوا عاوزين نرشح عربيات بالاسعار الحاليه، انا مالي. ماشي حاضر، عينيا، ارشح. يلا بينا، توكلنا على الله. ارشح لك كودياك ب 2 مليون، وارشح لك تجوان ب 1,680,000، وارشح لك تويوتا كرولا بمليون. انت حر. تمام. وعلى فكره، هو بس في محاولات لتغيير الحقائق. الاسعار دي يا جماعه موجوده قبل التعويم والله العظيم، بس بيشتغلوك، او انت يا عيني ذاكرتك سمكيه. ما ترجع يا عم تبص في اوليكس، بيشتغلوك والله. انا لسه مديك مثل امبارح رهيب جدا، هقوله تاني علشان اضحكك على البصمجيه. سوزوكي جيميني نزلت مصر بسعر 450 الف جنيه، حدثت حركه تعويم، حركه الدولار 3 جنيه، تمام، في مارس. الدولار
3 جنيه لما اتحرك رفعوا سعر العربيه من 450,000 جنيه ل 890,000 جنيه عند واحد من كبار الموزعين، يعني اللي كان عنده الكميه كلها. تمام. لما الدولار اتحرك 3 جنيه رفعوا العربيه 890,000 جنيه من 450. دلوقتي الدولار بيقولوا ان هو موجود سوق سوداء ب 35. تمام. نزلوا بثمن العربيه تاني 740. اي انسان متعلم متابع الكلام ده ومتابع الوقائع دي، وانا حاطط لك بالتواريخ امبارح في بوست، هتجد العشوائيه التسعيريه مش عاديه، قاتله. تخيل نزلوا بثمن العربيه من 890 ل 740 لما الدولار راح ل 35، ولما كان ب 19 كانوا مسعرينها ب 890. شوف الضحك بقى، شوف الضحك والتهريج. انت عمرك ما تشتري، انا حد ماسكك اشتري يعني. طب انا راجل اساسا عندي مشروع خدمي بيخدم العربيات الزيرو، انا هتضرر في ايه؟ الف مليون مبروك اشتري يعني. تمام. لو انا ما عنديش ضمير خلاص يعني هقول لك العربيه دي سعرها حلو، قيمه مقابل سعر، لكن انت مش محتاج رايي، انت جيبك اللي منعك، انا مالي انا. طب ما انت عندك قدام صوتي 900,000 صوت، الاخوه الزملاء المحترمين يعني اللي بيقولوا لك انزل اشتري حالا. هو حر، دي وجهه نظر، ما تسمع لهم هم يا عم وتنزل تشتري. انا ما حدش ماسكك، وانا لو مصر كلها اشترت محبب على قلبي هكسب. هتجيلي تعمل بروتكشن وفيلم حمايه وبتاع. انا راجل عندي واحد من اكبر مراكز الكار ديتيلنج يعني، تعالى اتفضل اهلا وسهلا يعني تمام. وصلت. بعمل شير للكلام ده عشان تبقى عارف، ادي مصاريف التشغيل وادي شكواكم ودينا بننقلها. الناس بتلطم من مصاريف التشغيل، بتلطم من فردة الكاوتش اللي كانت ب 900 جنيه بقت ب 3250 جنيه. بتلطم من فردة الكاوتش ال 17 اللي بقت ب 8000 جنيه ومش موجوده، بيلطم. تمام. وصلت. خلاص يا جماعه خليكم عارفين ده كويس، اللي عايز يشتري يشتري يا جماعه. وهناك حركه في العمله، وقلنا الكلام ده من شهور، بتتحرك العمله. لكن انا حسبت لك هم مسعرين دولار بكام؟ العربيه اللي كانت ب 630 وبمليون 680، ما تحسب انت الدولار بتاعها بكام؟ ما تحسب انت بتشتريها بكام دولار؟ العربيه اللي كانت ب 450 وبمليون 200، ما تحسب انت الدولار بتاعها بكام؟ تمام. فهي الدوله لو حركت الدولار ووصلته ل 30 مثلا، زي ما بيخضوك واشتغلوا الناس كده يوم الخميس وبتاع، هنزل اشتري حالا يوم الاربع بالليل عشان ما. طيب هو الدولار لو اتحرك ل 30 ما يتحرك ل 30 ماشي، وارد، احتمال من الاحتمالات هيوصل 30. هم يعني مسعرين ب 31 حتى؟ هي فارقه في ايه يا عم؟ تمام. هي فارقه في ايه؟ اين العقل؟ وبعدين ما تبقاش عامل زي الطفل اللي عايز ميعاد التتينه، هترخص امتى هترخص امتى هترخص امتى؟ ما تشوف اكل عيشك. مش انت بتدعي انك انت مواطن مش انت بتشتكي بتدعي انك انت مواطن بسيط ما معكش، والضغوط وعمال تشتكي من ثمن البيض وعمال تشتكي من ثمن اللحمه وثمن الفراخ وثمن. ما تقعد تشوف اكل عيشك دلوقتي، تلك ليست سلعه اساسيه، الاستغناء عنها سيجعلك تتنفس، تاكل، تشرب، تلبس، تذهب لمشوارك وانت برنس وفي واحد سايق لك وفاتح لك التكييف وبتدفع 150 جنيه في المشوار، مش هيحصل لك حاجه والله. ما تشوف اكل عيشك وتشوف ولادك وتربيتهم وتعليمهم، اصرف عليهم كويس، استثمر فيهم. تمام. وسيبك منها خالص، عنها ما تخسر. ما ده اللي انا بقوله بقالي شهور. بالعكس انا عمري ما قلت ان العربيات هترخص، انا بقالي شهور بعمل فيديوهات اقول لك هتغلى والناس مش هتشتري، واللي قلته حصل. هتغلى وهيحصل لها حاجه اسمها اعاده تصدير، واللي قلته حصل. بيعيدوا تصدير دلوقتي. كل اللي انا قلته لم يكن احد يعلم عنه حاجه في السوق. عنها ما نزلت العربيات، ما تنزلش يا جماعه. انت المفروض يبقى املك نزول سعر كرتونه البيض يا مواطن يا اللي بتقول انا بسيط. مش العربيات، عربيات مين وزفت مين يا عم؟ عربيات ايه ده؟ انت بيجي لك خرده هنا. عربيات ايه؟ انتوا ما حدش سافر بره؟ عربيات ايه؟ هو اللي بيجي لك هنا ده عربيات؟ دي خرده. انا بشوف، انا العربيات بتجي لي نفس اللي قلته والله العظيم، العربيات بتجي لي المركز، اقسم بالله شكلها يضحك. الاملاح والتخزين والتراب والورق الابيض الاستيكر اللي ملزوق عليها نافخ البويه، نافخها. يعني الشباب عندي التيم بيقعدوا يشتغلوا فيها 4 ايام عشان الكلح، عشان بس يدوها طبقه تحميها من الكلح.
وعشان نخرج الاملاح وعشان الكلام. البويه منفوخه من كميه التخزين، وتلاقي واحد فرحان وشاريها بضعفين ثمنها. قال يعني كده لحق حته ذهب ما شاء الله. يا عم لو كنت حطيت فلوسك في ذهب، او كنت ادخرتهم، او كنت استثمرتهم، او كنت جبت لك عربيه مستعمله، او كنت خليت عربيتك القديمه معاك، كان ابرك لك، بدل ما انت عمال تلطم من مصاريف التشغيل وكمان لابس خرده وفرحان بيها. عربيات ايه يا جماعه؟ تمام. يلا سلام عليكم.